السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله طبعا زي كل مرة هنبتدي الفيديو بتاعنا بان احنا بنصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة ان احنا بندعي لاهلنا واخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم، ربنا يكبر بخاطرهم، وربنا ان شاء الله ينجيهم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني. النهارده بقى ان شاء الله هنكمل سلسلة المقاسي بتاع امتحان الثانوية العامة والاهوال اللي الاهالي والطلبة بيشوفوا في الثانوية العامة. امتحان الفيزياء عدى بغلطاته بالكلام ده كله، واربع اسئلة طلعوا غلط وقالوا اربع اسئلة لجنة التصحيح هتخلي بالها وهي بتصحح وهتوزع الدرجات بتاعتها وكده. ماشي. المرة دي بقى داخلين في ايه؟ مأساة جديدة بالنسبة للعلمي اللي هي الكيمياء. امتحان الكيمياء كان صعب جدا جدا جدا. آراء الطلبة خارجة يعني بيقولك امتحان لم ولن ينجح أحد. طلبة غشت، لجان سايبة لما لقيت الامتحان صعب سابوا اللجان، الطلبة تغش براحتها، اللجان مشدودة، وده طبعا غلط. أنا مش مفروض إن أنا أشد اللجنة لحد إن أنا أبوظ أعصاب ونفسية الطلبة فما يعرفوش يحلوا ويخرجوا منهارين وحتى في الامتحان منهارين. لجان تانية بقى الأهالي ذات نفسها هي اللي بتغشش. تعالوا بقى نشوف اللجنة دي ايه اللي حصل فيها. زي ما احنا شايفين واحدة ماسكة ورقة إجابة وموبايل والكلام ده كله، واقفة من تحت اللجنة عمالة تغشش قريبتها قريبها أيا كان الإجابات. أول حاجة لازم بقى نسأل نفسنا، هو الامتحان ده يتصرف؟ وعشان يبقى معاها الإجابات يبقى لازم الامتحان يتصرف. وهي معاها الورقة راحت لمدرس كيمياء ما عندوش ضمير، أو ممكن هي ذات نفسها تكون مدرسة كيمياء ما عندهاش ضمير بتدي دروس وعايزة تنجح الطلبة سواء بقى قريبها أو مش قريبها، طلبة بتاخد عندها فعمالة تقول لهم الإجابات. دي في حد ذاتها كارثة. بصوا عمالة تقول إجابات عمالة تقول إجابات، وأهالي واقفة مستنيين ولادهم هم كمان يعرفوا الإجابات والكلام ده كله. دي كارثة. سيبك من إن هي بتغشش، الكارثة الأكبر اللي معاها الامتحان. يعني الامتحان اتصرف والامتحان اتحل والطلبة كل ده فوق وهم عمالين ياخدوا الإجابات. أولاد تانية زي ما أنت سامع اهوت. أولاد تانية زي ما أنت سامع اهوت، اللجنة كانت متسابة وكانوا بيغششوا والأولاد بيغشوا عن طريق إشارات والكلام ده كله وهكذا. ولو بصينا في الصورة التانية بنت بتحضن أبوها وأبوها مش عارف يعمل لها إيه، لا هو أثر ولا هي أثر. وفوق كل ده نرجع لوزير التربية والتعليم اللي طلع عمرو أديب شك في الشهادات بتاعته إن هو مش حاصل على الشهادات دي كلها ولا الدراسات العليا ولا الدكتور ولا وبيقترح نرجع طريق شوقي رضا حجازي. أنا مش عارفة التعليم في مصر انتوا ايه رأيكم؟ التعليم رايح بينا لحد فين؟ وارجع تاني واقول لكم يا ناس كفايه ثانويه عامه. كل اللي ولاده داخلين ثانويه عامه يا ريت يبصوا على شكل الطلبه واهاليهم وهم منهارين لا حول لهم ولا قوه بعد ما بذلوا كل اللي يقدروا عليه. البنت اللي مقهوره دي اكيد ذاكرت كويس جدا، مش هتتقهر القهره دي الا لو هي حقيقي كانت مذاكره ودخلت لها الامتحان في عالم تاني. والدليل على كده بص والدها ذات نفسه، الاب كان شايف بنته وهو كمان ما قصرش وتعب معاها الاهالي تعمل ايه تاني؟ الطلبه، انا بتكلم بقى عن الطلبه اللي حقيقه عايزه تنجح بمجهودها، الطلبه اللي عايزه يعني تخش كليات نفسها فيها طموحاتها. ليه ندمر الحاجات دي كلها؟ ايه الحكمه؟ يا ريت حد كده يطلع ويقول لنا الحكمه بان احنا ندمر امال الاهالي، طموحات الاهالي، طموحات الطلبه. سيبكم من الطلبه اللي هم عايزين يغشوا، سيبكم بالكلام ده كله. احنا بنتكلم عن الطلبه اللي هي حقيقي بتذاكر بتتعب، عن الاهالي اللي حقيقي ما قصرتش. ده في الاخر. وسيبكم عن وزير التربيه والتعليم، ده مش موضوعنا دلوقتي. نطمن بس على اولادنا ونطمن ان شاء الله على النتيجه ونشوف حد من ان هم المسؤولين عن تصحيح ماده الكيمياء يقول لنا اولادنا يعملوا يطمنونا يا ريت، لان حقيقي الاهالي والطلبه دول يتمنوا ان هم حد كده يطلع لهم ويطمنهم شويه.
انا معرفش المواد دي انتوا ليه بتجيبوها بدري كده وبتقفلوا عليهم بقيه المواد التانية. طالب بديهي ضاعت الفيزياء، ضاعت الكيمياء، هيبص في ايه تاني؟ لو انتوا حقيقي بتعملوا كده المواد دي كده انتوا خليتوها اخر ماده، بحيث ان الطالب يخرج بقى خلاص ما تبوظلوش اعصاب بقيه المواد. اتمنى تاني ان حد يطلع يطمن الاهالي ويقول لهم ان شاء الله ان شاء الله مجهودكم ومجهود اولادكم مش طالعين مش ضايعين. وتاني اتمنى ان حد من لجنه تصحيح ماده الكيمياء للثانويه العامه يطلع يطمن الاهالي ويقول لهم ما تخافوش، لا مجهودكم ولا مجهود اولادكم ان شاء الله ضايعين. صدقوني الطلعه اللي انتوا هتطلعوها تقولوها تطمنوا فيها الاهالي دهيت هتفرق معاهم في المواد الجايه، فيا ريت ما نضيعش كل مجهودهم وكل تعبهم كده على الفاضي. اتمنى ان صوتي ده يوصل للناس المسؤوله اللي هم مسؤولين عن تصحيح الماده، وزير التربيه والتعليم، اي حد في التربيه والتعليم يوصل صوت الاهالي ونظرتهم اللي فيها ضاع الامل هي واولادهم. ويا ريت نهتم بحاجه زي كده، ورفقا بطلبه الثانويه العامه ورفقا بالاهالي شويه. السلام عليكم.